السلام عليكم أصدقائي، أهلا بكم في حلقة هنتعلم فيها النهاردة عن تقف على إيدك أو تقوي الدراع وإزاي توزن نفسك على دراعك. والطريقة الأولى والسهلة، ولو استمريت عليها هتلاقي الصعوبات اللي أنت شفتها وأنت واقف على إيدك هتقف على إيدك بعد التمرين ده. ماشي، هنبدأ أول تمرين وهديك الحركات وإزاي تقف عليها. وقوتك يكون الوقوف مش بالعدد، هيبقى بالوقت. يعني انت ممكن حسب بقى دقيقة 30 ثانية تعود انت وهتلاقي نفسك اللي انت وقفت عليها. والطريقة الأولى للناس اللي هي لسه مبتدئة، اللي أنا أحط إيدي كده وهفرد على الحيطة أهو وأثبت شوية، يعني حوالي دقيقة. تمام؟ ده أول دقيقة أنت بتستخدمها كده، ده أول دقيقة. تمام؟ اتعود على التمرين ده، شد دراعك وشد ظهرك لفوق، خلي ظهرك مشدود لفوق. دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي أنت برضو هتساعدك على الوقوف على على إيدك، اللي أنت تبدأ ترجع بصدرك على الحيطة. يعني أنا وقفت كده ولقيت صعبة عليا ممكن أخش قدام شوية، بقيت سهلة برجع. دي الطريقة الثانية لحد ما تلاقي نفسك اللي أنت شادد كده وترجع 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 كده. تمام؟ وشد ظهري، أهم حاجة شد الظهر وضم رجلي وضم ايدي واصبر حوالي دقيقة أو 30 ثانية حسب قدرتي أهو. دي بالنسبة للوقوف على ايدك أهو. حط رجلي واطلع. دي طريقة من الطرق اللي هتخليك تقف على ايدك بكل سهولة، مفيش حاجة صعبة. المهم اللي انت تتعود. اتجاهات ايدي بقى، ابدأ بقى اشغل اتجاهات ايدي عشان اقوي الدراع واقوي التوازن من كل اتجاه. انت بتعمل 3 مجموعات، كل مجموعة 30 ثانية. المجموعة التانية بقى عشان تقوي ايدك وتقف، لما تلاقي نفسك دخلت على الحيطة وخلاص توازنت نفسك، هتبدأ تشتغل الاتجاهات دي بتقوي عندك عضلات مساعدة اللي انت تقدر ايدك تتحمل اكتر. يعني انت كنت الاول 30 ثانية او 20 ثانية، هتبدأ تقف 30 ثانية، دقيقة، دقيقة ونص، لحد ممكن تقف حوالي 5 دقايق. الحركات التانية اللي انا بقف كده وافتح ايدي على الاخر اهو وشد ظهري اهو واصبر مثلا حوالي 30 ثانية حسب قدرة جسمي او قدرة قوتي او قدرة امكانياتي القوة. تمام؟ اهو دي حركة، دي بتقوي معايا توازن الجسم. طب شد الظهر اشد ازاي؟ اشد من هنا، شفت الحته دي؟ اشدها المنطقه دي، مش اشد ظهري، ظهري كل الحته ده، احس اشدها كده. يعني اخلي القوه كليتها هنا، يعني اشد العضلات دي، المنطقه دي، عشان المنطقه دي هي اللي هتوزن معاك في الوقوف على ايدك. دايما العاب جمباز والعاب اللي هم وقفوا على ايدهم كتير، دي اللي بتتشد، مش ايدك اللي مشدوده، لا دي بعد دي. حركات تانية هتوزن معاك التوازن بقى، يعني مش هتخليك دايما تروح وتيجي وانت واقف عليها. حركة تانية ايه هي؟ اهي ايدي كده خطوة ورا وخطوة قدام اهي، يعني ايد ورا وايد قدام وبشد الظهر اهو. ده حركة اهي. الحركة دي بتساعدني في ايه؟ بتساعدني لو انا واقف على ده ما بروحش واجي كتير اهي. بقف 30 ثانية في 4 مرات. دي تمرين من ضمن التمرين اللي هتقف عليه ديك وهتظبط ايدك اهي اهي. وبنجي الناحية التانية اهي. واضم رجلي على بعضيها وشد رجلي لفوق وظهري زي ما انا قلت لك شد. دي حركة تانية بتساعدك على الوقوف على ايدك. دي مجموعات، كل مجموعة 30 ثانية
في 4 مرات. ما هي بقى اللي بيخلينا نتوازن جسمنا اكتر؟ اللي بتنوزن جسمنا اكتر اللي احنا هنبدا نشكل ايدينا. هي كل التشكيل اللي انت بتلف حركه الايد. حركه اليد دي انت بتلفها ليه؟ بتتعود عليها عشان خاطر لو انت جيت تقف على ايدك ما تجيش يمين ولا شمال، توزن الجسم. انت بتكون عندك الايدين اكنها رجلين واقف عليها، بس انت لازم تقف ايه بالاتجاه. في حركه تانية برضو مهمه جدا لازم تعملها وهتبقى صعبه، لا دي مش هتعملها في نفس اليوم، لا انت تتعود عليها، لان الموضوع هياخد منك مده شهر شهرين 3 لحد ما تلاقي نفسك عندك توازن. ماشي؟ دي بالنسبه للناس المبتدئين اللي هي عايزه تقف على ايدها. الحركه الثالثه هو الحركه اللي بعد كده، بعمل كده ماشي، ايدي بتبص لجوه اهي، واشد ظهري واشد ايدي اهو، وراسي فوق، واشد الظهر اهو، برضه 30 ثانيه في 4 مرات. دي هتكون معاك الايد جدا وهتبقى تمام. انت بقى وصلت للمراحل دي، هتخش على المرحله اللي بعد كده، وهي مرحله هتكون معاك اكتر. ايه هي بقى؟ انا دلوقتي ببدا اقوي الوقوف على ايدي، ببدا اطلع انا بجيبها لك درجه درجه لحد ما اقف على اتعلم على الوقوف على ايدي. حركه ثالثه وهنتعود عليها برضو، حركه بعد انا عملت حركات كتير برضو معلش عشان اوصل لك المعلومه دي، كليتها مبادئ للوقوف على ايدك بالطريقه دي، وهتشغل معاك وهتقف على ايدك وهتكوي ايدك وهتكوي كل حاجه اللي انت تبدا تعمل توازن لحد ما تقف على ايد واحده. تمام؟ بضم ايدي على بعضيها كده، لازم اضم ايدي واطول على اقصى جهد، يعني ممكن اقف على اخر حاجه، يعني ممكن اخر 30 ثانيه، لا حاول تكمل 40، طب اخرك 40 حاول تكمل 50. كده انا وصلت عند الحيطه، وبضم ايدي برفع راسي فوق وبشد رجلي وازج الارض، ببدا ازج الارض واشد رجلي اهو. كده لو انت وصلت هنا يبقى انت كده خشيت على المرحله اللي هي بتساعدك على الوقوف على ايدك. اتعود عليها وتعلمها واعمل لك ليها جدول اللي انت تمارس 4 حركات او 4 مجموعات، ونشوفكم الفيديو القادم بطريقه مختلفه للوقوف على الايدين.